يا صباح الفل او مساء الفل عليكم، بجد وحشتوني جدا جدا. بجد وحشتوني الفيديو اللي فات، قلت لازم انزل لكم فيديو برضو النهارده عشان ما اتاخرش عليكم في الفيديوهات تاني. على حد يعني على قد ما بقدر بحاول انزل لكم فيديو كل يوم او كل يومين. بس بجد الدنيا مشاغل يعني الدنيا تلاهي بجد. بس قلت لازم انزل لكم فيديو النهارده. الفيديو مختلف جدا وطاقه جدا وفي باور حلو، ويعني عايزه اقول لكم الفيديو كده روتينه حلو بجد ولذيذ كمان، وحتى انتي هتتفرجي على الفيديو هتحسي نفسك اللي انتي جعانه وهتقومي تعملي. بس ويعني عايزه اقول يعني بجد حلو يعني، وحاجات حاجات بسيطه وحاجات شبابي كده يعني احنا الحاجات الشباب اللي احنا بنعملها بقى، اللي هم الشباب اللي بيعملوها. بس بقى وعايزه اقول يعني هنبدأ الفيديو مع بعضنا وهنشوف وهنتفرج. بصوا انا عملت بقى ايه النهارده بقى، يعني ده الاكل النواشف بتاع اخواتي. يعني شوفوا بقى الشباب بتعمل ايه. النواشف بقى بتاع اخواتي بقى. بص بقى عملت ايه، بيض، وطبعا جبت بصلة. طبعا عشان اعمل بانيه او بقى بانيه او فلي. بس وده طبعا نص كيلو. طبعا حطيت التوابل اللي هو ملح وشطة وهو فلفل اسود. دي التتبيله بتاعتي البسيطه اللي بحب اعملها. يعني ده لو ما لقيتش اكل في البيت يعني طلع الفليه من التلاجة واطلع الحاجه ديت يعني واطلع الفليه في التلاجة واعمل البصله دي اكله سريعه كده. انت في ناس ما بتحبش تحط بصل تقريبا، بس انا البصل بحب احطه عشان اخرة الفليه. يعني بحب يعني احمر البصل في الزيت عشان اكله. احنا احب احمره واكله عادي على حسب بقى يعني ما اتعودت يعني. بس وبعد كده حطيته بقى نص ساعة في التلاجة عشان التتبيلة تاخد فيها و... ويكون طعمها حلو. بس كده. وبعد كده بقى دخلت بقى على الكيكة بقى اللي انا بحبها، اللي انتوا عارفينها اللي انا بحبها جدا. يعني انا بحاول ان انا اغير اجيب لون، يعني مش لون تاني، قصدي يعني اجيب طعم تاني. مش عارفة خلاص اتأقلمت على الشوكولاتة. حتى مكتوب عليها ب45 جنيه اهي يا جماعة. بس وعايزه اقول لكم بجد حلوه جدا، ويعني بتقعد معاكي بقى يومين ثلاثه في البيت على حسب بقى الكميه بتاعتكم. ممكن تخلص في نفس اليوم، ممكن تخلص في نص اليوم. يعني انت وحظك بقى في البيت، يعني انت واخواتك، انت ومامتك، انت وعيالك، انت على حسب بقى اللي في البيت معاكي. يعني دي انا واخواتي ممكن ما تكملش معانا اليوم صراحه. بس هنا بقى محطوط بقى 3 بيضات وسمنه وبيض. 3 بيضات، قصدي سوري يا جماعة، 3 بيضات وسمنة ولبن. تمام. بس هنا بقى حطيت السمنة على البيض. وانا بحب اعمل البيض الاول في طبق بره لوحده عشان لو في حاجة وقعت ولا اي حاجة اشيلها الاول. بعد كده حطيت اللبن، شوية اللبن. بس بقى هنا بقى يعني الشوكولاتة حلوة اوي، طعمها حلو اوي. بجد بحبها جدا، هي بطعم الشوكولاتة. حتى في البيت كله بيحبها بطعم الشوكولاتة، وانا بحبها بطعم الشوكولاتة. يعني كلنا بنحبها طبعا. الشوكولاته بحاول بقى اجيب بقى اللي هي الكيكه الاستفنجيه، اللي هي كيكه البرتقال. كيكه مش عارفه اغير. عايزه اغير بس مش عارفه اغير. هنا بقى خلصت هنا بقى وظبطتها. بعد كده حطيت بقى شويه لبن تاني. بس هنا بقى ما حطيتش لبن. هو كان في شويه لبن صغيرين بقى، حطيت بقى بعدها ميه، شويه ميه صغيرين. قلت كده كده ما هي فيها لبن مش مهم، مش تفرق. ما كانش فيه لبن صراحه وقلت لا مش نازله، كملي يا بت بميه عادي يعني. مفيش حاجه هتقف قدامنا. بس بتطلع برضو حلوة برضو، يعني مش بتطلعش وحشة، بتطلع حلوة جدا. وتطلع برضو طرية. انتي يعتبر حطيتي شوية مية صغيرين يعني، ما حطيتش كتير يعني. بس وهنا خلصت بقى وظبطت بقى الدنيا بقى. بص بقى جميلة بجد، طعمها فعلا تحفة تحفة. ده الأكل السريع بتاعنا، يعني الأكل اللي هو ده المقتطفات بتاعتنا، الأكل السريع.
اما الاكل اللي التقيل تقيل تقيل قوي دي صراحه مش ماليش فيه قوي. بس مسيرة هنتعلمه برضو، محدش بيتعلمش، كله بيتعلم بعد كده. بس لما بحب اعوز حاجه واحب اعمل حاجه ممكن اخش على النت واعرف التفاصيل وهعرف اعملها يعني مفيش حاجه دلوقتي ما بتغلبش علينا، يعني كلنا كل حاجه بنعرفها على النت دلوقتي، وبنخش على النت وبنتعلم وبنعرف نجيب التفاصيل وكل حاجه وبنعرف نعملها. بس ده الاكل السريع بتاعنا. بعد كده بقى مسكت شويه المواعين بقى وخلصتهم بقى وظبطتهم. بس هنا مسكت بقى شويه المواعين بقى هنا. قلت بقى اخلص بقى المواعين ديت. هو صراحه ما فيش مواعين كتيره زي ما انتوا كل مره بتشوفوا. قلت لا، يعني المواعين تتاخد اول باول عشان خاطر بتبقى كتيره قوي، بتبقى شكلها وحش وانا مش حابه كده صراحه. يعني حتى لينا في البيت، حتى من غير تصوير ولا اي حاجه، لينا في البيت برضو المواعين لما بتطلع. بس هي مش عشان انا، هي تبقى غصب عن الكل يعني في البيت. لما بيجي ضيوف في البيت، لما بيجي ناس في البيت، ده مش فاضي، ده مش فاضي، ده مش فاضي. محدش بيعرف يعمل الحاجة اول باول يعني. الواحد ما بيعرفش ينجز نفسه يعني. يعني الحمد لله نشكر ربنا كان فيه شوية الكوبايات بس وكام طبق بس، وشكرا على كده. على رأي اختي الكبيرة، المواعين ما بتخلص مهما تعملي، برضو المواعين ما بتخلص. كل يوم هتقومي تصبري مواعين. بس هنا ظبطت بقى الدنيا بقى وخلصتها، والدنيا تمام بقى يعني هنا ظبطت المواعين بقى وخلصتها وظبطتها، ويعني بقت الدنيا تمام معايا هنا. بس بقولوا لي بقى ايه الدنيا، اخبار الدنيا معاكم ايه، اخبار الحر معاكم؟ الحر بجد الاسبوع دوت. بيقولوا الجو وحش الاسبوع دوت كله. يعني هو الاسبوع كله ده وحش. يعني اول امبارح كان الجو حلو. آه، من امبارح بقى بيقول لك لمده اسبوع، بيقولوا بقى لمده اسبوع بيقولوا الجو وحش جدا. ويعني بيقولوا لمده، يعني بجد الجو حر جدا. انا بجد مش عارفه يعني ايه ده، ايه الحر ده ربنا يكون في عون الناس اللي شغاله ساعه الصبحيه، ربنا يكون في عونهم كل الناس كلها صراحه. كتر خير الناس صراحة على الجو الحر ده. ايه ده، ايه ده بجد، ايه الحر دوت بس يا جماعة دوت، احنا ربنا يكون في عون الناس كلها. بس هنا ويعني ايه اخبار الاسعار، اسعاركم، اسعار الدنيا ايه الاسعار عاملة معاكم ايه برا؟ وفي حاجات نزلت في الاسعار في السوق، البصل نزل والبطاطس نزلت فيه، بس مش عارفة بقى من ساعة العيد لما داخل ايام العيد. مش عارفة بقى الاسعار زادت ولا لا، انا ما روحتش بقى ساعتها تاني، بس مش عارفة الاسعار زادت ولا لا. انتوا ايه الدنيا معاكم؟ بس وعايزة اقول لكم، اللبس برضو غالي. برضو لسه الاسعار الصيف ولسه برضو ما نزلتش. بس برضو الاسعار بتاعت اللبس لسه ما نزلتش. كنت عايزه انزل اجيب حاجه برضو، اجيب طقم ليا، بس ما لقيتش. قلت لا هنزل بقى بعد العيد بقى، كتر الزحمه بره مش عارفه اجيب. هي صراحه تبقى في الحاجات في نازله جديده ونازله حلوه ونازله في حاجات جديده كمان، بس من كتر الزحمه مش هعرف اجيب صراحه. قلت لا هنزل في الروقان، وانا بحب انزل في الروقان كده، في ال... في الروقان عشان اعرف البس براحتي انقي براحتي. بس قلت بقى ايه يعني خليني بعد العيد احسن، وكمان تبقى فيه تخفيضات وفيه اسعار، برضو الاسعار نزلت شويه. بس حد بقى راح المصيف، ايه اخبار اسعار المصيف يا جماعه؟ اسعار المصيف بتبقى يعني المرسى مطروح بتبقى حلوه شويه. الساحل بتبقى عاليه. شرم بين البنين، بين الساحل وبين مرسى مطروح، بين البنين. او ممكن شبه مرسى مطروح بس اعلى شويه، حاجات بسيطه. على حسب بقى، على حسب الفنادق اللي انت يعني بتختاريها. يعني احنا لسه بندور هنشوف هنصيف فين، هنروح فين بالظبط. بس بجد الدنيا بصراحة عايزة مصيف. الجو عاوز مصيف.
مش محتاج، لا محتاج مصيف فعلا. بس هنا خلصت بقى شويه المواعين بقى وخلصتهم. لو اول مره تشوفيني، انا نيفين بعمل فيديوهات روتينات في البيت، وبعمل روتينات للشعر وسكين كير، وبعمل برضو لو جبت حاجه بوريها لكم، بوريكم ايه الجديد اللي انا جبته، والدنيا اسعار الدنيا ايه واخبار الدنيا ايه بره. يعني الحاجه اللي انا بعملها معايا يعني بوريها لكم اول باول، صدقوني ما ببخلش حاجه عليكم. بس وما تنسينيش بقى تعملي لي كومنت حلو ولايك حلو منك، ولو ممكن اكتبي لي اي تعليق لو عايزه تعرفي او تستفسري في اي حاجه ممكن تكتبي لي، وانا معاكي. وبجد احنا كلنا عيله واحده، وبجد برحب بيكم وبتشرف بيكم بجد. ايه يا جماعه الكيكه اللي انا عملتها ايه رايكم بقى؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. قولي لي برضو التيشيرت اللي انا لابساه ايه رايكم فيه؟ بس هو حلوه وطريه ازاي بقى، حلوه جميله. دي بقى الحته اللي في الجنب بقى، بس بجد طعمها جميل تحفه. يلا اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.